حبيت اوريكم السندوتش فعلا. بصوا عامل ازاي، بتنجان، بطاطس، طعميه، قوطه، وممكن يحط لك جبنه قديمه كمان لو انت عايزه. والله العظيم بقول لكم ايه، جامد جدا من الاخر يعني. بصوا عامل ازاي اهو. ده مطعم الشعبي يا جماعه، جربيه بصراحه هتدعوا لي ان انا قلت لكم عليه للي بيجي جمصة. اهو اسعاره في يعني نقول ايه، كانك في مكانك. بصوا حاجه جامده جدا وحاجه نظيفه جدا اهو. بصوا المنظر بتاعه. حبيت اوريكم حاجه انا بحبها برضو وباجي فيها وباكل منها اهو، اللي بيحب يجي المصيف. يلا مستنياكم بقى ايه، تشوفوا الفيديو وتقولوا لي رايكم فيه ايه. هو ده يا جماعه مطعم الشعب اللي انا بقول لكم عليه. بصراحه الاسعار عنده، انا في القاهره نفس الاسعار عندي، مش هقول لكم غاليه لا. ابو طريق البحر، عايزه وانت رايحه على البحر تاخدي فطار هتاخدي اهوت. انا بقالي سنين بصراحه اهو، لاول ما بنزل جمصة اول يعني بنعدي عليه بصراحه يعني. هنا عارفيننا في المطعم اهوت قدامكم، مطعم الشعب طريق البحر. لما تحبوا وانتوا رايحين البحر الصبح بجوار الاسم، بجوار هانو كمان. هانو اهو، والاسم اهو على طول اهو جنبه. فمطعم بقول لكم السندوتش عنده من الاخر يعني ايه بنقول عليه ايه، ميكس. في مش في طعميه بس لا، طعميه، بطاطس، بتنجان، يعني هو واحد في كل حاجه. تحيات حمدي السوداني اهو. تحيات حمدي ايه؟ السوداني. حمدي السوداني. اهو. تابعوا الفيديو، وهحب ان انا ايه اشوف تعليقاتكم. وسامحوني ان انا الفتره ديت مش موجوده معاكم على القناه، لان انا بصيف زي ما انا ما بقول لكم. الفيديو اللي انا بصوره بنزله لكم على طول. استنوني عقبال ما ارجع لكم. السلام عليكم. من ضمن الحاجه الاساسيه يا جماعه في جمصة مطعم اسمه الشعب. مطعم جامد جدا واسعاره كانك في نفس المكان اللي انت فيه بالظبط. مش هقول لك بقى غالي ولا حاجه لا والله العظيم. مطعم الشعب ده انزلي جمصة واسالي على مطعم الشعب. احنا قاعدين طبعا، انا مقومه من على الكراسي اللي قاعدين عشان اصور لكم. مطعم جامد جدا مطعم الشعب ده. كاني يعني انا عن نفسي في مصر نفس الاسعار بالظبط، مش غالي خالص 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 يعني. كأنك في مكانك. انزلي جمصة واسألي على مطعم الشعب. اقول لكم انا بقالي سنين. هتقولي بقى انت وحشك الفول والطعمية، ومش اي طعمية. بيعمل الشندوتش. بصوا احنا بنقول عليه ايه، زي ايه، ميكس فيه ايه، كل حاجة. مفيش حاجه ان انت تطلبي مثلا واحد بطاطس لا، واحد طعميه لا. هو في كل ده يعني، في البطاطس، في الطعميه، في البتنجان. بالامانه يعني مطعم والله العظيم بحلف لكم فعلا. تعالي الجمصة واسالي. لما اي حد بقى بيروح جمصة يسال على مطعم الشعب سنين. وده اهم مكان بصراحه لو انا ما بنحب ناكل فيه بقى فول وطعميه، لان زي ما بقول لكم كده جامد جدا. السندوتش فيه جامد، فيه كل حاجه. مش مثلا تقولي له عايزه واحد طعميه ده حساب لوحده وده لا، هو كله حساب واحد. فيه الحاجات دي كلها، في بتنجان، في بطاطس، في طعميه. بصوا زي ما اقول لكم ايه يعني، تاكلوه في كل حاجه بتحبيها. والحساب السندوتش حساب واحد، مش بيتحاسب بقى جامد لا. انا مش عايزه اقول لكم يعني ثمنه ايه، رخيص جدا. كاني والله العظيم في مكاني بالظبط في مصر يعني. عشان كده بقول لكم سنين لما نحب نيجي هنا المطعم ده اهوت.
المكان على الشارع اهوت، انا بصور، انا مقومهم من على الكراسي والترابيزات اهو. ده مكان جامد جدا، مطعم الشعب يا جماعة، مطعم من الآخر والله العظيم. اسأل عنه لما تنزلي جمصة يعني هتاكلي بالأمانة سندوتش جامد قوي. حتى في طريق للبحر، يعني حتى الصبح وانت رايحة البحر عايزة تعدي تاخدي فطار، هتعدي عليه، وبعدين الحاجة بتتعمل وانت واقفة سخنة قدامك، مفيش حاجة مركونة عنده، لا ده انت بتقفي كمان عليه بالدور. من الحاجه اللي عنده الجامده دي جدا، بتقفي بالدور، يعني انت ودورك بقى. انا جيت قدامي نفرين 3 بنستنى، مش فاضي، لا عليه زحمه جدا. ده طريق البحر، وانت رايحه البحر عايزه تاخدي فطار، هتعدي تاخدي منه اللي انت عايزاه ليكي ولاولادك. زي ما بقول لكم مش هتندموا لما تسالوا على المطعم، مطعم الشعب، مطعم جامد جدا. مش عايزه اطول عليكم، انا كل ما بلاقي حاجه حلوه بصراحه بقول لكم عليها. للي بيجي المصيف هنا، اللي بيجي جمصه، بقول يعني ليكي انت واولادك والاسره كلها، برضو المكان جميل قوي. لازم نفسك هتيجي برضو على الفول والطعميه، ان انت تاخديه وانت رايحه البحر، او تحبي برضو مش لازم بقى من الهمبرجر ومعرفش وايه والشاورما، لا حاجات كتير قوي طبعا موجوده هنا في جمصة. بس برضو نفسك تيجي تقعد تاكلي اكله زي ما انا بقول لك عليها دي، تعالي مطعم الشعب، مطعم من الاخر. ده طريق البحر، وانت رايحه البحر اسالي في مطعم الشعب اهو. اهو جنب هنو، صح، جنب هنو. هتعدي الشارع وانت رايحه البحر، تعدي اهو، مطعم من الاخر، يا ريت تجربيه. يلا مش عايزه اطول عليكم اهو. والله محمد المحل بتاعك بنصور اهو يا جماعه. مطعم الشعب، مطعم من الاخر. كده انكم ماشيين على طول هتطلعوا على البحر. زي ما قلت لكم، اللي عايز بقى يفطر الصبح وهو رايح على البحر يعدي على المطعم، بياخد الفطار معاه وهو ماشي اهو. هو ده طريق يعني مختصر تاني. يعني البحر ليه كذا طريق طبعا، حسب انت ساكنه فين وفي اي منطقه في جمصه. يعني انا مثلا الطريق ده برضو كذا طريق يودينا على البحر، بس ده عشان انا بقى ايه حبينا ناكل هنا اهو، فبنيجي هنا الطريق دوت جنب هنود اهو. منظر جميل جدا زي ما انتم شايفين اهو. عم يوسف انت اللي ما تنفش من مزاجك دي 25 على 5 ايام. طيب ما ده اللي 10 دقايق. يا رب الفيديو يعجبكم. وبقول يا جماعه بلاقي ناس كتير فعلا معايا اصدقائي على اليوتيوب بيجوا جمصه، فحبيت اصور لهم برضو المطعم دوت جميل، واسعاره يعني في متناسب الجميع يعني، واولهم انا بصراحه. الاسعار عنده تحفه جميله جدا. انا بوريكم بقى المكان عامل ازاي عنده اهو. مش عايزه اصور الجماعه عندي قاعدين كلهم بياكلوا بصوا، مكان جميل جدا. المكان كبير مش صغير، بس احنا قاعدين بقى بره اهو.